في بداية التسعينات الحاج منصور كان راجع من الخليج، شايل في قلبه حلم إنه يبني عمارة تأمنه وتأمن ولاده وتبقى ستر ليهم. دفع دم قلبه في الأرض والحديد والأسمنت، وفي التوقيت ده لا كان في دعم للحديد ولا دعم للأسمنت، كل حاجة دفعها كاش. والحي وقتها كمان هو اللي كان بيحدد القيمة الإيجارية للشقق، يعني ما كانش بيفرض فلوس من نفسه ويقول ادفع لي مبلغ وقدره. لا، الشقة دي قيمتها الإيجارية 60 جنيه، يبقى هما ال60 جنيه، وممنوع تطلب أكتر من كده. والحاج منصور سكت وقال حاضر. المستأجرين لما سكنوا في التوقيت ده دفعوا 1500 جنيه كمقدم إيجار، يعني نصه هيتحسب مقدم إيجار يتخصم كل شهر، والنص التاني بيدفعوه نقدي، يعني بدل ما هيدفع 60 جنيه هيدفع 30 جنيه. قعد يدفع 30 جنيه لحد قد إيه؟ لحد تقريبا 20 سنة، وبعد كده بدأ يدفع ال60 جنيه على بعض، يعني لحد ما خلصوا النص الأولاني كانوا بيدفعوا 30 جنيه بس في الشهر. لكن صبري وكل واحد فيهم لما يجادل دلوقتي يقول ده احنا دفعنا الخليو ده زمان كان يجيب كيلو دهب، كنا شارين الشقة ساعتها، ودلوقتي عايزين تيجوا تاخدوها على الجاهز، ادونا الخليو دلوقتي بسعر كيلو الدهب. والحقيقة ان الخليو ده كان مقدم ايجار وقتها عشان ياخدوا الشقة، لكن الشقة عمرها ما بقت ملكهم، ولا تمنها الحقيقي حتى وقتها يساوي 1500 جنيه. والحقيقة المرة اللي الكل شايفها وعارفها إن الدولة وقتها لا دعمت الحديد ولا الأسمنت ولا السيراميك، والمالك دفع كل حاجة من جيبه، والحي وقتها كمان هو اللي كان بيفرض القيمة الإيجارية، يعني المالك ما كانش حر يحدد الإيجار. وبرغم كده المستأجر بقى قاعد مدى الحياة، وولاده كمان بيورثوا في الشقة وبيدفع لك الفتات. صبري البلطجي اللي ساكن في الدور التالت، لما طلع القانون الجديد اللي قال إن من حق المالك يرفع الإيجار أو يطلع المستأجر بتعويض، قال له الحاج منصور يا ابني تعالى نتفاهم، ده أنا هديلك مبلغ كويس واخد الشقة استفيد بيها. صبري ضحك وقال له ده انت اللي تدفع لي فوق دماغك كل شهر، ده احنا شاريين الشقة بالخليو. ونسي ان الخليو ده كان نصه مقدم ايجار، والنص التاني حتى على الورق ما يخليش الشقة ملك. وبعد سنين محاكم ومماطلة صدر حكم طرد صبري لانه ما دفعش الايجار لمدة 10 شهور. لكن قبل ما يمشي عمل مصيبة، طلع شتم مرات مصطفى ابن الحاج منصور وشدها من شعرها قدام بناتها، ووقع البنتين على الأرض، والجيران واقفين مرعوبين. أما ست وداد الست الكبيرة اللي جوزها مات من 15 سنة وعيالها اتجوزوا وسابوا البيت، لما كبرت وبقت تعبانة راحت تعيش مع بنتها في أكتوبر، وسابت الشقة مقفولة في العمارة القديمة، الشقة اللي بقالها 10 سنين مقفولة لا بتتأجر ولا حد بيستفيد منها. وكل ما الراجل يكلمها عشان تسيب الشقة، دي شقتي وانا دفعت فيها خليه زمان، محدش ليه حكم عليها، ومش هسيبها ولا هطلع منها. اما بقى عم راضي الموظف الحكومي اللي من طنطا، عنده شقة ايجار قديم في القاهرة كان واخدها زمان عشان الشغل، دلوقتي نقل شغله كله على طنطا، لكن لسه متمسك بالشقة بتاعته اللي في القاهرة، بيجي فيها كل عيد مرة أو مرتين في السنة ويقول ما أنا دافع خلو، ودي أمان لولادي، يمكن ينزلوا يعملوا حاجة في القاهرة يلاقوا مكان يقعدوا فيه، خليها مقفولة ايه هتنفع مش هتخسر. تعالى بقى الخالد اللي مسافر الخليج بقاله 15 سنة وسايب الشقة القديمة مقفولة، الشقة دلوقتي ترابها قد تراب شارع كامل، لا ساكن فيها ولا بيأجرها، ومصر انه يحتفظ بيها. ولما حد يسأله يقولك ده حقي، دي شقتي، حتى ولو مقفولة، محدش له عندي حاجة. أما بقى الأسرة الشاطرة قوي في التسعينات جمعوا أكتر من شقة إيجار قديم،
شقة للواد وشقة للبت وشقة للضيوف. الواد والبت اتجوزوا وعاشوا في أماكن تانية، والشقق فضلت مقفولة رغم إنهم رافضين يسلموها أو يطلعوا منها. وكل ما تيجي السيرة يقول دي بتاعتنا، ده حتى ولادنا يورثوها من بعدنا. أما بقى الناس اللي كانوا قاعدين في الإيجار القديم وسكنوا فيها فترة كبيرة، نقلوا المكان أحسن ومستوى تاني خالص، وسابوا الشقة دي برضو مقفولة، وإلا صاحب الملك يديهم مبلغ وقدره عشان يطلعوا، وهم مش خسرانين حاجة. هنديلك 60 جنيه كل شهر، يا إما نروح نحطهم لك في المحكمة. وبرضو مش راضيين يسيبوا الشقة. الحاج منصور كان بيبص للعمارة وهو حزين، وبيفتكر إنه بنى العمارة دي من شقاه وتعبه من سنين، ومحدش ساعده في بناها. وفي الآخر بدل ما يتهنى بدخل محترم، لقى نفسه بيشحت من المستأجر يزود الإيجار شوية، ويقوله مش هزود وإن كان عاجبك، ولو مش عاجبك عندك المحاكم، اعمل اللي انت عايزه. يعني في التوقيت ده لا الدولة دعمت الحديد ولا الأسمنت، عشان الناس اللي بتقول الدولة ادتهم وبنوا العماير ببلاش واحنا اديناهم، وكأن المالك دوت هو المستأجر. الآية اتقلبت، وماشيين معاهم بشغل البلطجة. والحي وقتها لا سابله حرية التسعير، ولا قاله سعر بنفسك الإيجار المناسب، فرض عليه قيمة زهيدة. والخلو اللي كانوا بيقولوا عليه اللي هو مقدم الإيجار، دفعوا منه 30 جنيه في الشهر، لحد ما الخلو خلص اللي هو كان أصلا 1500 جنيه. وفي الآخر المستأجر شايف نفسه مالك، والمالك اتحول لضيف في بيته. وبعد سنين طويلة من التعب والمحاكم، طلع أخيرا قانون جديد اللي بيقول إن الشقق الإيجار القديم هتترفع قيمتها تدريجيا، وإن المستأجر هيسيب الشقة بعد 7 سنين. والريس بنفسه قال لهم كلمة قدام الناس كلها: الناس ماتت، واللي بنوا العقارات ماتوا، وأولادهم كمان ماتوا، وانتوا لسه وارثين الشقق وبيدفعوا ال3 وال4 وال7 وال10 وال60 جنيه. ده وضع ما ينفعش يستمر، وده ظلم. الحاج منصور ساعتها حس إن نفسه اتفتحت من جديد. قال في سره: يمكن ربنا كتب لنا نشوف العدل قبل ما نموت. حتى رأي الدين المستأجرين مش مقتنعين بيه، إن كل المشايخ قالوها وأجمعوا عليها لا ضرر ولا ضرار، وما ينفعش حد ينتفع بحاجة مش من حقه. الإيجار القديم بالشكل ده ظلم بين للمالك، وحرام شرعا استمرار الوضع ده. كل حاجة حوالينا اتغيرت إلا الإيجار القديم. ورد فعلهم كان صادم. عم رفعت الراجل الكبير واحد منهم قال: ماشي، نرفع الإيجار، بس حاجة بسيطة كده، 100 جنيه بالكتير. لكن صبري البلطجي مسكتش، لم العيال في الشارع وقال: اللي هيقرب من باب شقتي هطلعه من هدومه، ده القانون ده ما يهمنيش أصلا، وعليا وعلى أعدائي. وقفل باب شقته بقفل زيادة، وركب كاميرات في الطرقة، وقال للمالك: هتشوف 7 سنين ولا 70 سنة مش هتدخل الشقة اللي على جثتي. أما بقى الست سوزي، واحدة من المستأجرين بتوع الإيجار القديم، طلعت وقالت لك: أنا دافعة خلو زمان، ليه أرفع الإيجار تاني؟ الشقة دي ملكي، أنا لو كنت جبت بالفلوس زمان شقة كنت هتملكها. عايز تخرجني؟ اديني قيمة الخلو بجرام الدهب دلوقتي، وإيجار أنا مش هرفع الإيجار، ولو مش عاجبك هحطلك الإيجار في المحكمة. ونسيوا إن الخلو ده نصه كان مقدم إيجار، يعني بالبلدي كده 1500 جنيه اللي دفعوهم سكنوا بيهم وخلصوا، وفضلوا قاعدين بال60 جنيه لمدة 15 سنة تاني. يعني لو جيت حسبتهم هتلاقيهم هم اللي مديونين وعليهم فلوس للمالك، ومع ذلك بيقولك لأ، مش هنزود الإيجار. في ناس فاهمة في الدين صح وبتقول لازم يحصل عدل، وفي ناس مش شايفة غير مصلحتها،
حتى لو كان فيها ظلم باين لناس تانية. والمالك لسه واقف تحت العمارة بيبص لفوق ويسأل ربنا: يا رب، هل هنشوف العدل بقى قبل ما نموت